اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غيكون عباره عن حصيله ديال الجولتين الاولى والثانيه من تصفيات كاس افريقيا 2025 بالمغرب. التصفيات كتنقسم ل 12 مجموعه، وكل مجموعه كتكون من 4 منتخبات، وكل منتخب غيلعب 6 ديال المباريات، ولحد الان تلعبت فقط الجوله الاولى والثانيه. نمشي لمباريات المجموعه الاولى واللي كتضم كل من تونس، جزر القمر، غامبيا ومدغشقر. منتخب جزر القمر تعادل بنتيجه هدف لمثله امام منتخب غامبيا، والمنتخب التونسي تفوق بصعوبه على منتخب مدغشقر ب 1-0. الهدف سجلوا اللاعب فرغاني ساسي في الدقيقه 98. وفي الجوله الثانيه المنتخب التونسي تغلب على نظيره الغامبي بنتيجه 2-1، ومنتخب مدغشقر تعادل امام منتخب جزر القمر بنتيجه هدف لمثله. وبالتالي ترتيب المجموعه الاولى كيصبح كالتالي: تونس في الصداره ب6 ديال النقاط، ثم منتخب جزر القمر في المركز الثاني ب2 ديال النقاط، يليهم منتخبي غامبيا ومدغشقر بنقطه واحده. في الجوله الثالثه اللي غتلعب في شهر اكتوبر غيستقبل فيها منتخب مدغشقر المنتخب الغامبي، اما المنتخب التونسي فغيستهدف منتخب جزر القمر. ننتقلوا للمجموعه الثانيه واللي كتضم المنتخب المغربي بالاضافه للغابون، افريقيا الوسطى وليسوتو. المنتخب المغربي قدر يتغلب على منتخب الغابون ب4-1 في الجوله الاولى، والاهداف اللي كانت من توقيع زياش في المناسبتين ثم دياز والكعبي. اما هدف المنتخب الغابوني فسجله اللاعب اوباميانغ. وفي نفس الجوله انتصر منتخب افريقيا الوسطى على ليسوتو 3-1. الجوله الثانيه المنتخب المغربي قدر يتفوق بصعوبه على منتخب ليسوتو ب1-0، الهدف سجله اللاعب ابراهيم دياز. اما المنتخب الغابوني فقدر ينتفض في الجوله الثانيه وحقق الفوز على منتخب افريقيا الوسطى ب2-0. ترتيب المجموعه الثانيه كيتصدر المنتخب المغربي ب6 ديال النقاط، يليه منتخب الغابون وافريقيا الوسطى ب3 ديال النقاط، ثم اسفل الترتيب كاين منتخب ليسوتو ب0 نقطه. وفي الجوله الثالثه ديال هذه المجموعه المنتخب المغربي غيواجه منتخب افريقيا الوسطى وليسوتو في مواجهه الغابون. المجموعه الثالثه كتضم منتخب مصر، راس الاخضر، موريتانيا وبوتسوانا. المنتخب المصري قدر يتصدر هذه المجموعه بسهوله خلال جوج جولات الاولى، حيث انه انتصر على منتخب راس الاخضر ب 3-0 ومنتخب بوتسوانا ب 4-0. اما باقي المباريات المجموعه فمنتخب موريتانيا حقق الانتصار على منتخب بوتسوانا ب 1-0، لكن في الجوله الثانيه انهزم 2-0 امام منتخب راس الاخضر. الترتيب كالتالي: المنتخب المصري في الصداره ب6 ديال النقاط، يلي منتخب راس الاخضر ب3 ديال النقاط، ثم موريتانيا بنفس الرصيد، وفي اسفل الترتيب كيتواجد منتخب بوتسوانا ب0 نقطه. الجوله الثالثه غيستقبل فيها المنتخب المصري نظيره الموريتاني في مواجهه عربيه، اما منتخب راس الاخضر غيستضيف منتخب بوتسوانا. نمشيو للمجموعه الرابعه واللي كتضم وصيف النسخه الماضيه منتخب نيجيريا الى جانب منتخبات البنين، رواندا وليبيا. في الجولة الأولى منتخب ليبيا تعادل بهدف لمثله أمام رواندا، والمنتخب النيجيري حقق فوز عريض على حساب منتخب بنين ب 3-0، سجل منه لوكمان هدفين وأوسيمين هدف. لكن المنتخب النيجيري غيتعثر في الجولة الثانية وذلك بتعادل خارج القواعد أمام منتخب رواندا، أما المنتخب الليبي فهو انهزم أمام منتخب بنين ب2-1. وبالتالي ترتيب المجموعة الرابعة كيتصدر منتخب نيجيريا ب4 ديال النقاط، يلي منتخب بنين ب3 ديال النقاط، ثم رواندا ب2 نقاط، وأخيرا ليبيا بنقطة واحدة. وبالتالي الفرق بين كل منتخب هو نقطة واحدة. في الجولة القادمة منتخب نيجيريا غيواجه المنتخب الليبي، ورواندا غترحل لمواجهة البنين. هي المجموعة الخامسة والتي تضم الجزائر، الطوغو، غينيا الاستوائية وليبيريا. المنتخب الجزائري افتتح المباريات ديالو بانتصار على حساب غينيا الاستوائية بنتيجة 2-0، وفي المباراة الثانية تغلب على منتخب ليبيريا ب 3-0. باقي مباريات المجموعة الخامسة منتخب طوغو تعادل في المباريات ديالو مع ليبيريا بهدف لمثله، ومع غينيا الاستوائية ب2-2. المنتخب الجزائري كيتصدر المجموعة ب6 ديال النقاط، يليه منتخب طوغو ب2 نقاط، ثم منتخب غينيا الاستوائية وليبيريا بنقطة واحدة. في الجولة القادمة المنتخب الجزائري غيستقبل منتخب طوغو، ومنتخب غينيا الاستوائية غيستضيف ليبيريا. المجموعة السادسة كتضم أنغولا، السودان، غانا والنيجر. منتخب أنغولا قدر يتفوق في المواجهتين اللي لعبهم مع غانا ب1-0 ومع السودان ب2-1. منتخب النيجر انهزم أمام السودان ب1 وتعادل مع غانا بنتيجة هدف لمثله. المجموعة كيتصدرها منتخب أنغولا ب6 ديال النقاط، ثم يليه المنتخب السوداني اللي كيحتل المركز الثاني ب3 ديال النقاط، ثم كاين منتخبي غانا والنيجر بنقطة واحدة. في الجولة القادمة منتخب أنغولا غيستضيف النيجر، ومنتخب السودان غيرحل لمواجهة غانا. المجموعة السابعة كتضم بطل النسخة الماضية منتخب كوديفوار، بالإضافة لمنتخب زامبيا، سيراليون وتشاد. المنتخب الإيفواري استطاع يحقق الفوز في المباراتين الأولى أمام زامبيا ب2-0 والثانية ضد تشاد بنفس النتيجة. أما منتخب سيراليون فهو قدر يحقق التعادل في المباراة الأولى أمام تشاد ب0 لمثله، وانهزم في المباراة الثانية أمام زامبيا ب3-2.
المنتخب الإيفواري كيتصدر ترتيب المجموعة السابعة ب6 ديال النقاط، ثم كيجي منتخب زامبيا في المركز الثاني ب3 ديال النقاط، ثم يليهم سيراليون وتشاد بنقطة واحدة. المنتخب الإيفواري غيستقبل سيراليون في الجولة القادمة، ومنتخب زامبيا غيستهدف تشاد. المجموعة الثامنة كيتواجد فيها كل من الكونغو الديمقراطية، طنزانيا، إثيوبيا وغينيا. المنتخب الكونغولي كيتصدر المجموعة ب6 ديال النقاط بعد ما استطاع يحقق الفوز بالمباريتين على حساب غينيا ب1-0 وإثيوبيا في المباراة الثانية ب2-0. المنتخب التنزاني كيحتل المرتبة الثانية، وذلك بعد ما تعثر في المقابلة الأولى وتعادل ب0 لمثله أمام إثيوبيا، لكن قدر ينتفض في الجولة الثانية وحقق الفوز على حساب غينيا ب2-1. وبهذا كيجي منتخب إثيوبيا في المركز الثالث بنقطة يتيمة، ثم غينيا في المركز الرابع ب0 نقطة. في الجولة الثالثة الكونغو الديمقراطية غتستضيف تنزانيا، وإثيوبيا غتخرج لمواجهة غينيا. الآن إلى المجموعة التاسعة واللي كيتواجد فيها كل من مالي، الموزمبيق، غينيا بيساو وإسواتيني. منتخب غينيا بيساو انتصر على إسواتيني ب1-0، أما مواجهة مالي والموزمبيق انتهت بالتعادل هدف في كل شبكة. الجولة الثانية انتصر فيها الموزمبيق بصعوبة على غينيا بيساو ب2-1، ومالي انتصر خارج القواعد ب1-0 أمام إسواتيني. وبالتالي الموزمبيق ومالي في المركز الأول مناصفتان ب4 ديال النقاط، ثم كيجي منتخب غينيا بيساو ب3 ديال النقاط، وأسفل ترتيب المجموعة كيتواجد منتخب إسواتيني ب0 نقطة. في الجولة القادمة الموزمبيق غيستهدف إسواتيني، ومالي غيستقبل غينيا بيساو. وصلنا للمجموعة العاشرة الآن واللي فيها منتخب الكاميرون إلى جانب زيمبابوي، كينيا وناميبيا. نتائج هذه المجموعة كالتالي: في الجولة الأولى منتخب كينيا تعادل ب0 لمثله أمام زيمبابوي، ومنتخب الكاميرون انتصر بصعوبة على ناميبيا ب1-0. في الجولة الثانية ناميبيا غتنهزم بالميدان أمام كينيا ب2-1، أما منتخب الكاميرون استطاع يحصد نقطة واحدة من المباراة اللي جمعته بالزيمبابوي بعد ما انتهت المباراة بالتعادل السلبي. ترتيب المجموعة كيجي كالآتي: كينيا والكاميرون 4 ديال النقاط، زيمبابوي 2 نقاط، وأسفل ترتيب ناميبيا 0 نقطة. وفي الجولة القادمة ديال المجموعة هذه ناميبيا غتستقبل زيمبابوي، والكاميرون غيستضيف منتخب كينيا. المجموعة 11 واللي هي قبل الأخيرة كتضم منتخب بافانا جنوب إفريقيا، بالإضافة لكل من الكونغو، أوغندا وجنوب السودان. نتائج هذه المجموعة جات كالتالي: منتخب جنوب إفريقيا تعادل ب2-2 مع أوغندا، ومنتخب الكونغو انتصر على جنوب السودان ب1-0. في الجولة الثانية منتخب الكونغو غينهزم ب2-0 أمام أوغندا، أما جنوب إفريقيا حقق الانتصار على جنوب السودان ب3-2. ترتيب المجموعة كيجي كالآتي: أوغندا وجنوب إفريقيا في صدارة 4 ديال النقاط، ثم الكونغو 3 نقاط، وجنوب السودان أخيرا ب0 نقطة. وفي الجولة الثالثة أوغندا غتستقبل جنوب السودان، وجنوب إفريقيا غتستضيف الكونغو. منتخب السنغال كيتواجد في المجموعة 12 وهي المجموعة الأخيرة رفقة كل من بوركينا فاسو، بوروندي ومالاوي. منتخب السنغال تعثر في المباراة الأولى وتعادل بالميدان ديالو مع بوركينا فاسو بهدف لمثله. الجولة الثانية غيحقق انتصار صغير وبصعوبة على منتخب بوروندي ب1-0. منتخب مالاوي انهزم في الجولة الأولى ب3-2، وفي الجولة الثانية انهزم ب3-1 أمام بوركينا فاسو. وبالتالي ترتيب المجموعة الأخيرة كيتصدر منتخبي بوركينا فاسو والسنغال مناصفة ب4 نقاط، يليه منتخب بوروندي ب3 ديال النقاط، والمركز الأخير منتخب مالاوي ب0 نقطة. وفي الجولة الموالية منتخب بوروندي غيرحل لمواجهة بوركينا فاسو، أما منتخب السنغال غيستهدف مالاوي. كانت هذه نتائج وترتيب الجولتين الأولى والثانية. نجيو الآن لبعض الإحصائيات عن هاتين الجولتين. عندنا المنتخب المصري سجل 7 ديال الأهداف في مجموع المباريتين، وبالتالي كيتعتبر لحد الآن هو أقوى هجوم. أما أقوى دفاع فعندنا كل من المنتخب المصري، بالإضافة للمنتخب نيجيريا، الجزائر، الكوديفوار، الكونغو الديمقراطية، الكاميرون والزيمبابوي. المنتخبات هذه قدرت تحافظ على نظافة الشباك ديالها خلال المباريتين. أما أضعف هجوم لحد الآن كاين كل من بوتسوانا، تشاد، إثيوبيا، إسواتيني وزيمبابوي. المنتخبات لم تستطع تسجيل أي هدف. أما أضعف دفاع اللي تلقات الشباك ديالو في مجموع المباريتين 6 ديال الأهداف هو منتخب مالاوي. واللاعب الإيفواري كراسو كيتصدر قائمة الهدافين ب3 ديال الأهداف. إذا كانت هذه حصيلة الجولتين الأولى والثانية من تصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء. I just wanted to say thanks.